الوفاء دائما لخطه التيكي تاكا. إمم. كيقولوا ماذا اعطتنا هذه الخطه؟ ما كاين على العكس الألمان جدّوا الثقة في نعم. لا الالمان معروف عليهم لا انه جدّوا في الثقة فليك، لأنه قالوا بأنه خصو يواصل حتى لكأس أوروبا لأنها غتكون في بلادهم، نعم. غتكون في ألمانيا. هادو هما الألمانيين، الالمان معروفين. ما هما شوف ألمانيا من النهار اللي بدات الكرة في ألمانيا المدربين محسوبين على رؤوس الأصابع، هما عندهم مدرب دايما داير فوق تمثيل الفوق. نعم. طيب أنا بغيت ندير واحد القراءة في المقابلة ديال الفريق الوطني المغربي مع الفريق البرتغالي. أكيد الفريق الوطني المغربي عرفنا قوته الآن، عرفنا الإمكانيات ديالو، تيبقى فقط حاجة وحدة اللي غنتمنوها تكون يعني في هذه المقابلة، هو أنه اللعابة ديالنا يسترجعوا العافية ديالهم. هذا هو المطلب، هذا هو الدعاء اللي يمكن ندعيو، انه اللعابه ديالنا كلهم يكونوا جاهزين، لانه التشكيله ديالنا ما غنخرجوش على التشكيله اللي بدات المباراه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. مع هذا لا قدر الله الا كان شي واحد ما قدرش، ولكن اللي تيظهر لي بانه حتى الا كانت شي ذاك الاحساس بداك الانزعاج البسيط، اللعابه تيتغلبوا عليه. علاش؟ لانهم عارفين بانهم تيلعبوا من اجل واحد البلد ومن اجل واحد القضيه، ماشي قضيه ديال كره القدم، ولكن كره القدم، ولكن من خلالها ذاك الشعور اللي صعيب انه الانسان يعبر عليه. طيب هذا من جانب الفريق الوطني المغربي اللي ممكن يمشي بنفس الاسلوب، ممكن تنقول ممكن لان على حساب التطور ديال المباراه، لانه بدينا بنفس الاسلوب صعيب اننا نغيروا ونفتحوا اللعب. يمكن نديروا بحال الشكل اللي درنا نهار بلجيكا، لما تتحس بانه الفريق عندك الامكانيات باش يمكن لك تضغط عليه، دير نفس العمليه. وحتى مع اسبانيا، راه حنا اسبانيا احتكروا الكره وداروا 1000 ولا 1500 ولا حتى 3000 تمريره بدون فائده. الفرص، احسن الفرص هما اللي كانوا عند الفريق الوطني المغربي بطريقه ذكيه، كيفاش نحافظوا على ذاك الانضباط التكتيكي ديالنا ونهددوا الخصم. هددنا ثلاثه ديال المرات، ثلاثه ديال المحاولات. راه هذا احسن انجاز، انك دير ثلاثه ديال الهجومات وتنفرد بالحارس، هذا راه انجاز كبير. غنشوفوا الان اللي تيهم هو المنتخب البرتغالي. المنتخب البرتغالي اللي اكيد بانه وليد الركراكي غيكون عارف اللعابه كاملين وعارف الفريق. اللعابه فيهم بزاف اللي كانوا في المباراه ديال ماشي كثار، ولكن اللي كانوا في المباراه ديال 2018. غير هما كاين عندهم بعض اللاعبين اللي هما اساسيين، خاصنا نحتاطوا منهم باش نكونوا متفقين. وعاد نذكروا على الاسلوب ديال اللاعب. عندك ثلاثه ديال اللعابه ديال السيتي، ثلاثه ديال السيتي. برناردو سيلفا هذا العشرة لعاب ممتاز، وحتى في السيتي راه هو الميسور ديال الفرقه، خصنا نردوا له البال. كاين المدافعين ولكن خطيرين، علاش؟ لانه القامه ديالهم طويله. جميع الكرات العاليه تيكونوا فيهم، والفرق بينهم وبين اسبانيا انهم عندهم لاعبين متر 88 متر 90 متر 87. بيبي حتى هو طويل، هادو تيشكلوا خطوه. ويليام حتى هو في اللاعب ديال الوسط اللي تيلعب في اسبانيا. هادو لاعبين في الكرات الثابته، خصنا نحتاطوا منهم لانه ماشي عكس ديال الاسبان. روبين دياز مدافع قوي. جواو كونسيلو حتى هو تيلعب في السيتي، هادو بثلاثه تيلعبوا في السيتي، وعندهم جوج اخرين تيلعبوا في المانشستر. دالو وبرينو فرنانديز، هاد القصار متر 73 ومتر 74 كلهم ديال وسط الميدان. كاينين ثلاثه اللعابه اللي تعرفهم حكيمي مزيان، حيت تيلعبوا مع الباريس سان جيرمان. واحد فيهم خلاص هذاك خرج لانه نينو مونديز هذاك تضرب، ما كاينش من حسن الحظ لانه ظهير ايسر ممتاز، لاعب كبير وخاص غير في السن، ولكن من اللاعبين الممتازين. تيبقى دانيلو متر 88 وفيتينها، هادو تعرفهم حكيمي مزيان، وبدون شك غادي يقول المدرب هادو غيعطيهم لي كاليتي ديال هاد اللعابه هادو. اضافه للاخرين كاين اللعاب ديال الاتليتيكو جواو فيليكس، لاعب ديال الوسط. يمكن واش يشاركوا في الاول ولا ما يشاركوا شيء، ولكن الفرق بينهم وبين اسبانيا احتكار الكره السلبي، يعني بحال شي واحد ما تيبغيش يضيع الكره، اعطيها ليا نعطيها لك. ما عندهمش داك القوه اللي كانت عند انيستا وعند كزافي. كان معاهم اما مثلا دافيد فيا ولا توريس اللي كانوا تيغامروا تيشد الكره وتيخترقوا الدفاع. الاسبان بغافي وبهذا بيدري، هادو لاعبين في البدايه ديال المشوار ديالهم باقي باش عندك السلطه ديال انا غناخذ الكره وغادي نقصد بها المدافعين.
يعني شدينا للاسبان خنقناهم. خاص تكون نفس العمليه ولكن بزياده. علاش؟ لانه هاد برناردو سيلفا اولا تيلعبوا اللعب الجماعي ولكن ما تيتعطلوش فيه. ما عندهمش داك الصبر اللي عند الاسبان ديال اليمن ديال اليسر. لا، هذاك سيلفا غير تيشدها مره الاولى الثانيه تيقبطها تيقصد المدافعين. اذا بمعنى انه كلهم عندهم حس هجومي. عندهم واحد لياو اذا لعبوا ديال لاسيد ميلو، اولا طويل ومتر 88 وسريع. عندهم واحد الميزه هي ديال انهم تيخترقوا المدافعين. بمعنى تيختاروا المدافعين تيغامروا. هذا هو المغامره. يعني انتظر بانه البرتغالي غيشد الكره ويقصد المدافعين. اذا هذا الشيء تنقول انا من خلال الشيء اللي شفت من المباراه، ماشي انا ماشي انا والمدرب، ولكن المدرب غيكون عارف اشنو تينتظروا من هذا الشيء هذا. ويمكن يكون هذا الشيء في صالح الفريق الوطني، انه اللي غادي يغامر ويهاجم ما تنظنش انه غيدير هذا الشيء كامل عاود يرجع يدافع ب 11 لاعب. يمكن يبغيو هما يفتحوا المقابله. هاد الامور التكتيكيه هي اللي غيدبرها المدرب، لانه البرتغال تختلف على اسبانيا بالطريقه باش يلعبوا. انا حاولت نقرب الجمهور من على حسب النظره ديالي، حيت كل واحد راه تبارك الله حنا كل شيء تيفهم في الكره، كل واحد عنده واحد النظره ديالو. انا القراءه اللي شفت هو انه اللاعبين البرتغاليين ما عندهمش ذاك الصبر ديال نمروا الكرات. يمكن الاسبان دخلت في الثقافه ديالهم انه بقاو نمروا الكرات بحال راه حنا درنا شي حاجه، ولكن هو ثبت نهار المباراه ديال الفريق الوطني المغربي ما كانت فيه حتى شي نتيجه. البرتغاليين لا، يغامرون. ما هضرتش على كريستيانو حيت كريستيانو حاله خاصه. كريستيانو واحد الوقت كانت البرتغال كلها لمده 10 سنوات اللي قبض الكره عطى كريستيانو حيت كان قادر. اليوم تيشوفوا فيه بانه عباره عن واحد لعيب، اللعاب اللي دخل في بلاصتو سجل 3 ديال الاهداف. وهضروا عليه واش تدرب ولا ما تدربش، واش باغي يغادر. المهم كاين شي مشاكل بيناتهم. ما عرف واش يدخل ولا ما يدخلش، ولكن كيف ما كان الحال تيبقى عنده واحد الوزن، وان كان ذاك الوزن غير رمزي ماشي وزن من ناحيه ديال الكره. انما مقابله انا تنتظر مقابله قويه، ولكن يعني اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي عارفين انهم لاعبين مع فريق قوي ماشي فريق عادي. باش ننام الطموح ديالنا كبير، متفقين. الانضباط ديالنا مزيان، وخصنا نكونوا اكثر نجاعه وتنأكد على الكرات العاليه، لان عندهم لعبه طوال ماشي بحال الاسبان. عندهم لعبه طوال. يعني تفادي ضربات الاخطاء خصوصا الجانبيه الركنيه. على كل حال احنا كنا امل انه الفريق الوطني المغربي يقدم مقابله كبيره بالانضباط التكتيكي بالحماس اللي يعودون عليه اللاعبين. قادرين اننا ندخلوا للتاريخ ونكونوا اول فريق ان شاء الله وصل لنصف النهايه، ومن بعد ذلك غيكون حديث ان شاء الله الى مشينا بعيد في كاس العالم. فاصل ثم نعود لمواصله الحلقه.